ولأن كل شهر وليه حكاية، وكل شهر ليه سبب لتسميته، وفي شهور مرتبطة بآلهة، وفي شهور أيضا مرتبطة بأمثال شعبية. ما تيجوا نتعرف على الشهور القبطية ونبدأ حكايتنا بيه. شهر طوبة من أهم شهور السنة القبطية اللي بتعدي علينا كل سنة، وتقريبا كلنا عارفينه وكلنا حافظينه من خلال حكايات الأجداد، وإن احنا كنا بنقعد نتكلم عليه ونقول شوية حاجات. شهر طوبة هو الشهر الخامس في الشهور القبطية اللي بيجي كل سنة، كل 9 أو 10 يناير بعد عيد الميلاد المجيد بيومين. شهر طوبة من أهم الشهور اللي بتعدي على الأرض، لأن أحسن زرع بتاكله في طوبة، وأحسن لبن بتشربه في طوبة، وكمان أجود أنواع السمنة والزبدة، لأن الفلاحين بتقول إن السمنة بتاعة طوبة هي السمنة الوحيدة اللي لا يمكن تتغش أو تبقى مغشوشة. طوبة ما بتمرش بس على الفلاح، ولكن بتمر علينا كلنا. في شوية شهور احنا ما نعرفهمش أو الناس مش مهتمة بيهم ما عدا طوبة. اتقال عليها شوية حكايات ليها العجب والعجاب. يعني مثلا يقولك طوبة خلت الصبية كركوبة، ولو مشيت شوية كمان يقولك طوبة ما سابتش عرقوبة. يعني من كتر البرد العظم كله بيوجع. لو مشيت شوية كمان ودخلت في الصعيد من جوه يقولك ما فيش أبرد من مية طوبة. شهر طوبة هو شهر كله خير،